نبی من إبراهيم خليل حفتاروه أجعفرين ما جوشبار ما وقوم لاتي تابتوام بخدي أمي هرول فري وقت ملك وقت دستك وقت دلك ملاتي خرود لهمبر في فلكاتي قوتي ساري ملاتي ما يوردمي هفدكن أم قد دستكنا أم جملكنا في ضرورة زياني قشتي ملاتي ما إن شاء الله بخير خدي في بالي سر باروكي هين سروا درد و کلاگش که خدای ام کردن قسواتی ام خنباره سروکی خونه ریبری قال لي خو سروق عبدالله اوجلان هیرو وقت ام تزان ترکیه تاف دو قوب میش بیه زال هری مکل ترکیه هر زبر ترکیه هر مال گند بازار کل ابکتیه و مجاردش حقی ما وقت ریبری ما وقت ریبری قال لي کرد ام جوا قال لي کرد ام خوازن هیرو محامید گنده هبكات حق خاص منظمات دولية منظمات حقوق الإنسان قشت قوارن بياك أو بكن قبل كمادن مجور كجيلين هبديدن كيف سروكي مارو تشيكن جي حقي وي يعني ما في إنساناتي يعني حقي إنساناتي يعني هرو ريفا بركة وقال بمليون إنسان بنداستن تادي هم جوجبارن هم حصار غدابي رب العالمين هم كل دارن هين ساردجي سروكي ما تخبري ما أيام أجتنا جي حقي ما أم سروكي خوب برسن أم بانك كان منظمات دولية حقوق الإنسان قشتك في مجاري جبير نكن وأم وقت إنسان أم حقي ما أم جوان بخازن ربار أبو بشوبين يعني و يوينا وخبر خوش بماكينن. زينب سليمان نحن من شعب شيخ مقصود نحن بنطالب إفراج عن أوجلان. هلا صار هالهزة اللي صارت بتركيا أثر على سوريا يعني أثر على كل المناطق. نحن بس اللي بدنا إياه إنه يفرج عن أوجلان. تركيا إنه بس يعني تركيا تفرج عن أوجلان. قائد أوجلان الله يعني الله يفك أسره الله يفك أسره ظالمينه يعني ما عم بخلوا حدا يشوفه. المحامي ما عم بخلوا يفوتوا لعنده ما بخلوا حدا يعني يقابله. يعني نحن بنتمنى يفكوا أسر رئيس أوجلان نعرف وضعه يعني يخلوا المحامي يفوت لعنده نطمن عليه يعني كمان يعني هو مثله مثل غيره نطمن عليه بس نطمن عليه وتفرجوا عنه تفرجوا عن قائد أوجلان تفرجوا عن قائد أوجلان بكفي الظلم بكفي الظلم لا له ولا شعبه بكفي الظلم. أتمنى إنه المحامي يفوت لعنده محامي لجوا يطمنا عنه بعد هالشيء اللي صار. نحن بدنا يعني المحامي يفوت لعنده يطمن الشعب السوري. اسمي دلال محمد إدارية مجلس عوائل الشهداء للمرأة. بس حابين نعرف يعني من بعد هذا الزلزال اللي صار هالفاجعة اللي صارت بتركيا يعني نعرف وضع القائد عبدالله أوجلان يعني يوضحوا لنا وضعه لحتى نعرف مثلا صار شيء مع القائد. بنحب بس إنه نتعرف على وضع القائد. بنطالب بالمنظمات كمان الإنسانية بإنه نتواصل مع القائد أو نسمع شيء خبر عنه.